البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم بالصحه والسلامه باش ما تتمناو يا ربي. هنا البنات بغيت ندير واحد الحلوه ديال الكوك والسميده، وبغيت ان شاء الله نشاركها معكم. هنا في المقادير عندي نص كيلو ديال السميده رقيقه اللي تنديروا بها الحرشه، نص كيلو. وعندي نص كيلو ديال الكوك يكون نوعيه زوينه، تكون ميدمه تنحكوها هكا بيدينا، كتطلق لينا ليدام كما كتشوفوا البنات. صافي وكنطحنوه شويه. هنايا عندي قريصه الملحه، عندي 6 البيضات، هنا عندي زلافه ديال الزيت كما كتشوفوا ما عامراش، زلافه ما عامراش. عندي 4 المعالق ديال الكونفيتير ديال المشماش، 4 المعالق. وعندي زلافه عامره ديال سنيده. صافي هادشي اللي كاين عندي. وعندي هنايا 2 خمارات، وحده غنديروها والاخرى غنحيدو منها تقريبا معلقه صغيره، نقصوا منها معلقه صغيره ونضيفوا هذاك الشيء الاخر اللي بقى. يلا ان شاء الله ندوزو الطريقه. هنا البنات كناخدو خلاط كهربائي احسن من الاحسن، كيخلط لنا الخليط ديالنا مزيان. وهي السر ديالها هي المكونات يتخلطوا مزيان. كنضيفوا هاد السنيده على هذاك البيض اللي عندي، وكنطربهم مزيان البنات. بعد ما نطرب السنيده مع البيض مزيان غادا نضيف عليهم هاد الزيت اللي عندي ونعاودوا ان شاء الله نتلاقى. صافي البنات، بعد ما خلطت داك البيض مع ديك السنيده كما كتشوفوا بحال هكا، المكونات كيتخلطوا لينا مزيان. السر ديال النجاح ديال هاد المعلكه راها كتجي زوينه ديال السميده والكوك، ولكن خاصكم ضروري ديروا ليها هاد المراحل اللي غادا نوريكم. صافي هنا البنات قريصه الملحه، وغادا نبدا نضيف السميده بشويه بشويه. غادا نضيف النص الاولاني، وغادا نضيف معاه هاد الخميره، والخميره الثانيه البنات غادا نقص منها معلقه صغيره، غادا نقصها. هانتو معلقه صغيره غادا نقصها. واللي بقى غادا ندير الكونفيتير. صافي وغادا نبدا نخلط في هاد المكونات ديالي بحال هكا. نخلطو بشويه، ما نديروش كلشي دقه وحده، لا نديرو غير بشويه بشويه. نديرو السميده بشويه بشويه تنكملوها، ونبداو نضيفو في الكوك حتى هو غير بشويه حتى نحصلوا على الخليط اللي بغينا. حقاش كاين على حساب، كاينه اللي كدير البيض صغير، كاينه اللي كيكون البيض كبير، على حساب. انا بالنسبه ليا هنايا درت بيض كبير. صافي البنات كما كتشوفوا بعد ما خلطت هاد السميده مزيان غادي دابا نبدا نضيف الكوك. غادي نبدا نضيف بشويه بشويه باش البنات ما تقصحش لينا. وحنا في نفس الوقت كنخدموا كما كتشوفوا هكا، كنعركوها بحال هكا. هي راه السر ديالها هي تخدميها بحال هكا بحال نقولوا. صافي البنات كنبقاو نضيفوا هذا الكوك ديالنا شويه بشويه وحنا كنخلطوا. هانتوما البنات هكا كنعكوها هكا بيدينا
كنحصلوا على نتيجه زوينه. غادي نضيف هاد شويه اللي باقي ليا حتى هو غير بشويه بشويه، وانا تندخل حتى كنحصل على الخليط اللي بغيت. هنا البنات كنضيف الكوك اللي عندي كامل صافي، وكنخلط مزيان، ومن بعد نخليها ترتاح على ما نجيب اللاطه ديالتي ونجيب الماء الزهر باش غادا ندهن ايديا ونبدا نخدم ان شاء الله. نشعلوا الفران البنات يكون الفران سخون ان شاء الله حنا تنخدموا فيها والفران كيسخن. انا دابا يلا ان شاء الله غنديرو يسخن. صافي البنات من بعد ما دلكتها مزيان عركتها كما تنقولوا هكا مزيان بيديا، راه هي السر ديالها هو هاد خاص الكوك تخلطيه مزيان. قد ما خلطتيه قد ما كيجي مزيان تتجي لينا الحلوى ناجحه. صافي هنا دابا ان شاء الله كما قلت لكم غنخليها ترتاح على ما نوجد اللاطه ديالي ونعاودو نتلاقى. هنا البنات درت اللاطه، درت ليها ورق زبده، ضروري ديروه. صافي كناخذوا هنا الماء الزهر تندهنوا يدينا وكناخذوا كميه من هذا الخليط ديالنا اللي تكون كميه لا باس بها. صافي وكنحط في سكر كلاصي. كما كتشوفوا كناخذوا الماء الزهر تندهنوا بايدينا، كناخذوا كميه ديال العجين ديالنا هكا، تكون بين وبين ما كبيره ما صغيره على حسب كل سيده واللي كتبغي. كاينه اللي كتبغيها شويه تكون كبيره، وكاينه اللي كتبغيها صغيره، ماشي مشكل، كل وحده دير على حساب اللي بغات. صافي البنات هنايا تنديرو في هذا السكر كلاصي سبيسيال باش يجينا زوين في الحلوى ديالتنا. هانتوما البنات كناخذوا كويره ديال الحلوى ديالتنا كنمرمدوها مزيان في هذا السكر كلاصي هكا. كنهزو السكر كلاصي وكنديرو كما كتشوفوا معايا هكا. البنات هاد الجهه اللي كتكون لتحت هي اللي كنديرو الفوق حقاش كتجي شاده هازه لينا السكر كلاصي. صافي تنحط في اللاطه ديالتي نلبسها مزيان بهاد السكر كلاصي اللي عندي. هانتوما البنات راني كنستعمر هكا حتى كنكمل هاد الحلوى ديالتي كامله ان شاء الله هكا في سكر كلاصي، وكنخليو ما بين الحلوى والحلوى نخليو شويه الاتساع، انا مازال غادا تزيد تنفخ. صافي البنات كما كتشوفوا من بعد ما درت ليها السكر كلاصي كنورك عليها غير واحد شويه هكا بصبعي، غير شويه ماشي بزاف، غير باش ما تجيناش مقوبه. المهم تجينا هكا مشقه وزوينه هكا البنات كلهم تنورك عليهم هكا بصبعي. صافي دابا ان شاء الله انا غادا نديرها في الفران اللي سخون مزيان. غادا ان شاء الله نديرها العافيه من فوقها من الفوق حتى تشقق بحال الطياب ديالها بحال الشكل ديال البهله. صافي تبان لينا تشقات ان شاء الله ونعاودو نطلعوها الفوق. المهم هانتوما معايا ان شاء الله حتى الاخر. البنات كما كتشوفوا بعد ما تشقات شوفوا البوطه كيفاش ناقصاها
انا عندي ديال الغاز ولا عنده ديال الضو، كل سيده وكتعرف الفران ديالها. دابا ان شاء الله غنطلعها الفوق غير شويه ان شاء الله ونخرجها. ها نتوما البنات، من بعد ما طابت الحلوه ديالتي كتجي بحال هكا، تجي مشقه وكتجي زوينه. ها نتوما كنشدو البنات ملي كتكون في الفران كنقلبوها صافي، غير كتحرك لينا من اللاطه كنعرفوها صافي راها طايبه. كنفوتوش ليها الطياب باش ما تقصحش، كتجي زوينه كتجي مشقه يا البنات. شوف هانتوما البنات كما كتشوفوا كيفاش جات زوينه. نتمنى من الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هانتوما كيفاش جات رطبه ومعلكه. ناجحه يا البنات، نتمنى من الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تشاركوا هاد الفيديو الى عجبكم مع الاحباب والعائله ديالتكم. راها كتجي ناجحه 100% وكتجي رائعه. وشكرا.